ونبارك لأهلنا جميعا افتتاح مشفى الشدادة. هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات إدارتنا الذاتية وإلى إنجازات شعبنا بتأمين وتأهيل كافة المؤسسات الخدمية والمرافق التي نحن بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات وإلى هذه المرافق. طبعا تم اليوم بعون الله افتتاح مشفى الشعب في الشدادي. تم الافتتاح على مراحل. حقيقة سيبدأ الافتتاح حاليا قسم الإسعاف، سيكون مناوبات على مدار 24 ساعة، قسم الولادات الطبيعية، قسم العيادات الخارجية أيضا، وقسم مخبر التحاليل حاليا سيتم تفعيله. طلبنا جهاز أشعة سيصل قريبا ويتم تفعيل قسم الأشعة. الطاقم الطبي والإداري شبه جاهز، قليل طبعا وبحاجة إلى اعتمادات مالية ثانية، ولكن كمرحلة أولى يتم أول افتتاح مشفى في جنوب الحسكة يخدم بما يقارب 50,000 عائلة إلى 300,000 نسمة من العريشة والشدادي ومرقدة وبلدات تابعة لها. لدينا سيارتين إسعاف للحالات الطارئة جدا سيتم استخدامهم وشغالات حاليا، سيتم تفعيل على مدار 24 ساعة في قسم الإسعاف. طبعا المشفى كما شاهدتم بالصور موجود لديكم، المشفى جاهزة كأقسام، ولكن بحاجة إلى معدات طبية وإلى كادر طبي. يعني نحن بحاجة إلى تفعيل قسم الجراحة، العمليات بشكل عام، بحاجة إلى تفعيل قسم العناية المشددة في المشفى. وأيضا عن طريق الإعلام عم نناشد المنظمات الإنسانية التوجه إلى مشفى الشعب في الشدادي، كون المنطقة جنوب الحسكة منطقة نائية وبحاجة إلى تقديم الواقع الصحي. حقيقة الواقع الصحي في جنوب الحسكة مأساوي، لا يوجد فيه إلا نقاط طبية لا تعتبر أيضا مشافي. وأسوة بمشافي شمال شرق سوريا أيضا نطالب إدارة شمال شرق سوريا بتفعيل المشفى ولو على مراحل قريبة جدا، لأن المشفى بحاجة أيضا إلى تفعيل كافة الأقسام. خلي تكون مشفى الشدادة نموذج كل الشعب مسؤولين أمام الإدارة وأمام الشعب، لا تقدروا تخدمون وتستقبلون وتعطيون الخدمات اللازمة.